السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، عودة أخرى مع أم فدوى في جوج وصفات خفاف ظراف. هاد لاكيش بلي زيبينار والبرو والسلمون ان شاء الله. وغنشوفوا دنجال مقرمش لي زوبرجين باني ديال واحد الاخت مدام عمار خديجه، الصديقه العزيزه ديال لو بروميير جروب. ان شاء الله غنبداو بلاكيش. عندنا في المقادير 500 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال المايزينا، 450 غرام ديال الزبده، 20 غرام ديال الملح، 75 غرام ديال البيض كامل، و125 غرام ديال الماء. هذه هي ان شاء الله لاطا فاش غندير او لو مول اكيش فاش غنصاوبو. ويمكن لكم تصاوبوه في دي كيش صغيورين، في لي دي مول صغار، دي زانديفيدويل. هنا غنبداو باول حاجه، غناخذوا جميع المقادير ما عدا الماء، نخلطوا زيك الزبده حتى ندخلوها في الطحين وفي مايزينا، واخر حاجه غنضيفوا الماء وزدت هنا شويه ديال النيوره. غنجمعوا العجينه غير بيدينا البنات، وما غاديش ندلكوها ونحتفظوا بها في الثلاجه على ما تقبط راسها شويه ان شاء الله، على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. ان شاء الله العجينه يمكن لنا نصوبوا بها ان شاء الله دي كيش صغيورين مملحات صغار، او دي تورت. لي تورت هما بحال قلتي نقدروا لا تورت بحال نقدروا نصوبوا بحال الحشوه ديال البسطيله بلا صوص بلونش، نصوبوها في هاد لاباط وتجينا على الشكل ديال لا تورت، نحتفظوا بها هكذا في الثلاجه. هنا ان شاء الله نبداو بالبورو لي بواغو، نقطعوهم على هذا الشكل ونحمروهم، نطيحوهم في مقيله مليحه وبزيره وشويه ديال الزبده وشويه الزيت البلديه. قطعوهم على هذا الشكل، شكل دوائر، ونحمروهم كيف ما غتشوفوا معايا. درت زبيده وشويه زيت العود ومليحه وشويه ديال البزار. نفس الطريقه بالنسبه لي زيبيناخ او السبانخ، خديت جوج ربطات ديال السبانخ، واحد الربعه ديال البورو، وتقريبا 150 غرام ديال السلمون العادي او المدخن. غنشحروا بهذه الطريقه. نفس الطريقه بالنسبه لي زيبيناغ زدت معاهم جوج دريسات ديال الثومه، طريف ديال الزبده، شويه زيت العود وملح وابزار. وعندك وردوا لبالكم من الملحه. ملي شحرت المقادير كاملين كيما كيبان لكم، السومون فومي او السومون العادي او الطبيعي الاخضر يكون ما طايبش بحال. هنا عندي لاباغايا كيش، عندي نص سيطرو ديال القشده الطريه ديال لا كريم دو كويسون ديال الطياب، وعندي 8 ديال البيضات مليحه وبزيره. كنطرب البيض مع القشده الطريه ديال الطياب بهذه الطريقه هذه. وهنا غنجبد لاباط ديالي اللي خدمت قدامكم، كتشوفوا النقيطات ديال النيوره كيفاش كيبانوا. غناخذ لو مول ديالي ونسرح فيه، نسرح العجينه ونضع فوق منه كيف ما كيبان لكم. والحاجه اللي كنأكد عليها البنات ان هاد العجينه منين غنسرحها في ليمول غنطيبها في الفران نص طياب، غنطيبها في الفران نص طياب قبل ما ديروا فيها الحشوه. غنشعلوا الفران يشعل الفوق والتحت على فران درجته 100 160. نطيبها ابلون، يعني ما تشدش ليا اللون، ولكن ضروري انني نطيبها قبل ما نعمرها بالحشوه. من بعد غندير البورو هو الاول، وندير فوق منه السبانخ، عاد ندير لو صومون فومي او الصومون العادي، وعاد نكب لاباغاي اللي صوبت معاكم اكيش، وندير الفرomاج وندخلها للفرن طيب على فرن درجه ديال الحراره ديالو 160، ونشعل الفوق والتحت بالفرفره او بلا فرفره، كطيب طياب مقاد. ندخلوها ان شاء الله من بعد ما نعمرها كيف ما كتشوفوا معايا، ندخلها الفرن كتطيب ان شاء الله. والوصفه الثانيه كيف ما غتشوفوا معايا وصفه اللي عجبتني ديال مدام خديجه عمار، اللي الوصفه عجبتني وارتأيت على انني اي وصفه كتعجبني من هذه اخت ماشي يوتيوبرز، يعني اي اخت صديقه عندنا في لو جروب ديالنا عجبتني الوصفه ديالها وبغيت نتقاسمها
مع الاخوات ان شاء الله ديال او محبات فدوى. هي وصفه جميله جدا جدا. كندير الفرomاج لاكيش من الفوق وكنخشيه في الفرن وكنجبدها. صدقوني البنات وصفه عائليه رائعه جدا ومفيده المكونات. ملي كطيب ليا كنجبدها بهاد التحميره، ونقدر ندير الحشوه اي حاجه بغيت. نبدل الصومون بلي كروفيت، نبدلهم بالدجاج باش ما بغيت، بالسمك باش ما بغيت. المهم هي العجينه ولا باغاياكيش بعد ما كطيب لي من الفران. بالمناسبه البنات هذه هي النيوره اللي بزاف البنات كيسولوني، هذه النيوره باقي ما يابساش. كيف ما كتشوفوا كتجينا لاكيش بهذه الجماليه، وصدقوني اكثر من رائعه في المذاق ديالها. وصفات سهله وعائليه يمكن لكم توجدوها في شهر رمضان الكريم ان شاء الله اللي حنا على الابواب ديالو. هذه وصفه من وصفات شهر رمضان الكريم. هذه نيوره حاره اخواتي. وهنا الوصفه الثانيه ديال مدام عمار، الغزاله ديالي. هنا خديت الدنجال قطعته بحال الشكل ديال البطاطا، غادي رقدته في الحليب، وانا زدت له واحد الحكه ديال الثومه ومليحه، ونخليه مرقد من ربع ساعه حتى للساعه المكانه. من بعد البنات غادي نحيدو من ديك الحليب، نصفيه ونشفو بالبابي ابسوربون او بالورق النشاف. ندوزو في لابانور الطحين والبيض ولا شابلور. هنا درت انا جوج ديال لي شابلور، درت لازياتيك ودرت لا شابلور العاديه ديال البيت. بعد ما رقدته ان شاء الله كنصفيه ونحيدو وندوزو في لي بانور. اللي بغات تخشيه في الفرن تخشيه في الفرن، واللي بغات تخشيه تقليه. كيكون مرافق ملي كيطيب ويسالي، كنرافقوه بواحد النوع من العسل اللي كيبان قدامكم. هذاك عسل، هذا الوصفه من المطبخ الاسباني. اللي ما عندهاش هذا العسل دير العسل ديالنا العادي. هذا العسل المذاق ديالو بحال لو سكر دو كان كاراميليزي. بلي بنات اللي ما كيعرفوش هذا العسل الطيبه ديالو بحال لو سكر دو كان كاراميليزي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما بانيت وقليت، وصفه خفيفه ظريفه كيجي. صدقوني البنات وكنشكر مدام عماره من هذا المنبر الشكر الجزيل لان الوصفه جات اكثر من رائعه. وانا الدنجال اللي عجبني هو اللي دايره فيه لا شابلور ازياتيك اللي على اليمين، كتجي فيه واحد القرمشه اكثر من رائعه. اخواتي الحلقه ديالنا اليوم انتهت. كنتمنى ان شاء الله تعاونوا القناه بلي لايك ديالكم، تشجعوا القناه ان شاء الله باش تزيد القدام. الى عجبتكم لا فيديو ان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله اللي فيها مفاجات لشهر رمضان الكريم. دمتم في رعايه الله اخواتي، الى بروشين فيديو بحول الله تعالى.